هي ليه البنت دي بتتهاجم من كل الناس؟ ازاي تغني غنى فاحش؟ والناس تقول لك ده قاعده في كومباوند من فلوس والدها، وفي الاخر تيجي تقول لك ازاي تبدا من الصفر. انا عارف ان الناس هتهاجمنا على النقطه دي، بس النجاح وانت غني اصعب بكتير من النجاح وانت فقير. يلا بينا. لسه راجع من بره حالا، فكل ما افتح اي سوشيال ميديا الاقي ناس كتير عماله تتكلم على البنت دي، مش فاهم ايه الموضوع. فدخلت كده ادور ورا الموضوع وجاي بقى اقول لك الخلاصه. بس في الاول كده خلينا نسال كذا سؤال عشان نجاوب عليهم. هل عشان تنجح لازم تكون غني ومتهيئه لك البيئه اللي تخليك تنجح؟ وكمان هل البنت دي بتقول اي كلام ولا فعلا كلامها صح ولو طبقته هتبقى غني؟ وكمان ايه الخطوات بقى الفعليه اللي فعلا لو طبقتها واللي انا هقول لك عليها ان شاء الله تنجح وتوصل للي انت عايزه؟ وحاجه كمان، ليه فيديو زي ده حرفيا ممكن يدمر لك حياتك؟ كل دي اسئله محتاجين نجاوب عليها. فخلينا نبدا باول حاجه، هل عشان تنجح لازم تكون غني او متهيئه لك البيئه اللي تخليك تنجح؟ بس قبل ما نجاوبك خليني اقول لك حاجه شخصيه عني. انا طلعت من بيئه متوسطه زي اغلبنا، اتعلمت، حاولت وفشلت ومريت بحاجات كتيره قوي، والحمد لله دلوقتي انا عملت حاجات انا فخور بيها، خصوصا ان لسه سن صغير. والمنتور بتاعي او المعلم اللي خاض معايا الرحله دي كلها هو كمان كان طالع من طبقه متوسطه، وما شاء الله هو دلوقتي رائد اعمال كبير، وهو باشمهندس طاهر. والحمد لله قدرت اتحول من موظف لشريك معاه في الشركه. هل انا بقول لك كده عشان اقول لك انا جامد ومفيش مني اتنين؟ ده مش الهدف والله خالص. الهدف ان اقول لك ان انت البيئه اللي انت طالع منها بيئه متوسطه، بيئه غنيه، بيئه فقيره، اي نعم كل واحده ليها صعوباتها في ان انت توصل للحاجه اللي انت عايزها، بس في الاول وفي الاخر انت تقدر تنجح مهما كانت البيئه. ودي اللي اتفق مع البنت فيها جدا لما قالتها انت ما عندكش عذر سواء في البيئه اللي انت فيها في البلد عموما. فكره دور الضحيه ده مش افضل حاجه ومش صح ولازم تغيره. اوعى تفتكر ان الطبقه الفقيره بتبقى صعبه جدا انك تنجح على عكس الطبقه الغنيه ان انت ممكن تنجح بسهوله. انت لازم تفهم حاجه، النجاح مش فلوس بس. النجاح الحقيقي اول حاجه طبعا انك ترضي ربنا وتكون بتصلي وبتراعي ربنا في كل حاجه في حياتك. اما تاني نجاح انك تكون قدمت للناس او فدت الناس بحاجه قيمه جدا او مفيده للمجتمع. اما التالت وهو زي ما الناس بتقول وهو الفلوس، بس مش هي الحاجه الاساسيه في النجاح. وتعرف لو انت في طبقه متوسطه او حتى فقيره صدقني نسبه نجاحك اعلى بكتير من حد في طبقه غنيه. طيب ليه بقى الكلام ده؟ اللي بيحرك الانسان دايما هو الاحتياج للحاجه ووجع كل يوم من ضرر الحاله اللي انت فيها دلوقتي. هديك مثال، تخيل دلوقتي ان انت نايم، يعني مفيش راحه اكتر من كده، انت بتعملش اي حاجه، انت نايم بس ممكن ما تكونش مرتاح. لو نمت مثلا على ايدك وخدت فتره طويله هتصحى في نص يومك وانت ايدك بتوجعك جدا، فانت ساعتها ما قدرتش تكمل نوم. فهكذا في حياتك انت عايش والحمد لله وكل حاجه تمام، بس فكره انك ما معكش فلوس او ما وصلتش لحاجه قيمه دي اللي بتوجعك وبتخليك انت تحركك زي ما انت حركت ايدك من تحتك. نروح بقى للغني، هو هيحرك نفسه ليه؟ هو هينجح ليه؟ اي حاجه بالنسبه له متوفره له، غير طبعا من رحم ربه. في نسبه كبيره جدا من الطبقه دي بتنجح وبتوصل لحاجات كبيره جدا، فبرضه الموضوع بيبقى قايم عليه، هو اللي نجح البيزنس ده، هو اللي عمل الحاجه دي مش الفلوس. اقول لك حاجه، تعرف الشارك تانك ايمن عباس؟ ايمن عباس ده ما شاء الله والده غني جدا، وشوف دلوقتي ايمن عباس وصل لحاجه عامله ازاي ما شاء الله. هل عشان والده غني هو بقى غني؟ صدقني لا. ممكن يبقى اهلك عندهم فلوس كتيره جدا وشخص واحد فاسد في العيله دي يضيع كل ثروه العيله، وشخص تاني ممكن يخلي ثروه العيله دي 10 اكس. عرفت ان الموضوع ملوش علاقه خالص. طيب نيجي للسؤال التاني، هل البنت دي بتقول اي كلام ولا كلامها فعلا صح ولو طبقته ممكن تنجح؟ خليني اقول لك هي صح وغلط في نفس الوقت. طيب ايه الصح وايه الغلط؟ الصح ان هي دايما بتقول لك ان انت تكون واثق ان انت هتنجح، وكمان تكون راضي مهما وصلت في حياتك. فكره الرضا دي حاجه مهمه جدا، وفكره برضو ان انت تكون واثق من نفسك وعارف ان انت هتنجح وتوصل لحاجه كبيره دي برضو مهمه جدا. طيب يا عم ايه الغلط بقى في الموضوع؟ الغلط ان هي ما قالتش حاجه مهمه، ان انت لازم تسعى للغنى ده او تسعى للنجاح ده. يعني يا فرحتي انا عمال اقول انا هبقى غني، انا هكتب بوستر كده على الحيطه انا هعمل مليون جنيه السنه دي وما بتحركش من السرير اصلا. طب ازاي هتعمل المليون جنيه دي؟ لازم تسعى ورا الحاجه دي، لازم تشتغل، لازم تجرب، لازم تفشل. مش مجرد ان انت بتفكر في الحاجه فهتجيلك، انت مش في الجنه هنا. فدي حته للاسف هي ما قالتهاش في الفيديو وده غلط. وعشان كده هننتقل للسؤال الثالث، ايه الخطوات العمليه اللي فعلا لو طبقتها هتخليني انجح او اوصل للحاجه اللي انا عايزها؟ خليني الاول اشرح لك فكره الفلوس بتيجي ازاي. ان انت تعمل فلوس سواء اونلاين او اوفلاين لازم تكون بتقدم خدمه او مهاره للمجتمع وقصادها بتاخد فلوس. بسيطه صح؟ مش بالظبط. هتقول لي كل الناس عندها مهارات وكل الناس بتدخل فلوس من المهارات دي، طيب ايه الجديد؟ ليه برضو في ناس فقيره في ناس غنيه؟ الفكره مش ان انت تتعلم مهاره وخلاص او ان انت تتعلم سكيل هتقدمها او هتبيعها هتجيب لك فلوس كتير. كل ما كانت المهاره اللي انت متعلمها دي او الخدمه اللي انت متقدمها مهمه جدا وكمان نادره مش ناس كتيره بتقدمها، كل
كل ما هيندفع لك عليها اكتر. يعني ليه مثلا مهاره زي المونتاج او الفيديو اديتنج بيندفع عليها اسعار عاليه؟ لان مش ناس كتيره مبدعه في الحاجه دي، مش ناس كتيره بتعرف تعملها. طبعا الموضوع على اي مهاره تانية. انا بديك مثال. هنرجع تاني، ايه الخطوات اللي انت تمشي عليها عشان تنجح او توصل للحاجه اللي انت عايزها؟ اول حاجه انك تقرب من ربنا وتصلي وتطلع زكاه. الزكاه يا جماعه مهم جدا. الموضوع ده عمره ما فشل معايا ولا مع اي حد قلت له عليه. الزكاه ده هيفتح لك ابواب رزق انت مش متخيلها، وطبعا قربك من ربنا وصلاتك. طيب تاني حاجه، ابدا اتعلم مهاره، ومش اي مهاره، ابدا اتعلم حاجه هيندفع لك عليها فلوس كتير. مثال مثلا المونتاج، الجرافيك ديزايننج، السكريبت رايتنج، كل دي حاجات بيندفع لك عليها سعر كويس. وطبعا في حاجات كتيره تانية. فانت اعمل سيرش واعرف ايه المهارات اللي انت لو قدمتها لحد هيدفع لك عليها سعر عالي، وابدا اتعلم المهارات دي. انا اديتك بس مثال عن المونتاج او الجرافيك ديزايننج والحاجات دي لان هي مش صعب ان انت تتعلمها وبتعمل منها ارقام كبيره جدا. وعشان كده اصلا احنا عندنا برنامج تدريبي كامل فيه مهارات كتيره زي المونتاج او الجرافيك ديزايننج او العقليه مهمه جدا زي ما قلت لك، ان انت تؤمن ان انت هتنجح. ومش بس كده، حاجات تانية كتيره يعني. وازاي اصلا تعرف تبيع الخدمات اللي انت اتعلمتها دي. فبرضه لو عايز تنضم هتلاقي اللينك في الديسكربشن. يبقى كده اول خطوه قربك من ربنا، تاني خطوه انك تتعلم مهاره عاليه الدخل، وتالت حاجه بقى زي ما هي قالت ان انت تؤمن فعلا ان انت هتنجح. تبقى بتصحى كل يوم انا هشتغل على كذا وكذا وكذا وهخلصهم كلهم، وتجدد ده في كل يوم. فكره الروتين دي هي اللي هتخليك ناجح. بحب حاجه جميله جدا دايما صلاح ابو المجد بيقولها، اكبر نجاح انك تعمل الحاجه كل يوم من غير ما تمل. ده هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها. فكره ان انت شخص مودي، انا اشتغلت امبارح فالنهارده انا تعبان اخد اجازه، بكره لا ده في طلع مع اصحابي للساحل، بعده بقى نبقى ننزل شغل، ده مش نافع. لازم تعمل الحاجه كل يوم وتشتغل عليها كل يوم، تطوير نفسك وتعلم مهارات جديده. طيب ليه فيديو البنت ده حرفيا ممكن يدمر حياتك؟ الفكره ان الناس دايما بتحب تاخد الحاجه السهله. يعني هو شاف فيديو بنت بتقول انت المفروض عشان تبقى غني انت بس لازم تفكر في الفلوس ولازم تبقى واثق ان انت هتنجح ومش عارف ايه. وفكره بقى ان ازاي اصلا الفلوس بتشتغل او ازاي فعليا تنجح وتعمل فلوس، ما قالتش كده. فانت لو مشيت ورا الحاجه السهله اللي هي بتقولها وبس فكرت في الفلوس وان انا هعمل فلوس وهبقى شخص ناجح من غير ما تعمل حاجات عمليه على الحاجات دي، ففعلا انت كده بتدمر نفسك. امشي ورا الخطوات اللي انا قلتها لك ان شاء الله تنجح وتوصل لكل اللي انت عايزه. وافتكر حاجه مهمه جدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولو حابب تدخل برنامج التدريبي بتاعنا اللي مدته 6 شهور اللي هيعلمك مهارات كتيره جدا خطوه بخطوه وخليك فعليا تعمل بقى فلوس بجد، فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. بس كده، وما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تكتب كومنت جميل بقرا كل الكومنتس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.